السلام عليكم، لاباس عليكم؟ هانيين. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بصحه جيده. جبت لكم غديوه او عشيوه سهله بالشعريه او بالفداوش ديال الزمن الجميل. كتجي بنينه ولذيذه كيحماقوا على الوليدات وفي ساعه كطيب ما كتاخذش وقت طويل. نبداو في التفاصيل، فرجه ممتعه. وبالنسبه للمكونات ساهلين، كنحتاجو مطيشه، نحتاج بصيله، نص بصله صغيره او بصله متوسطه، وقبطه ديال المعدنوس وقزبر، وثلاثه الفصوص ديال الثوم، الشعريه. انا كنفضل هاد الرقيقه اللي كتكون رقيقه. الا كانت عندكم الغليظه حتى هي راه كتجي زوينه. اللي حكي جميع المكونات: مطيشه، بصله، الثومه، وقطعه الربيع. غنجيب الجميله او الكوكوط. كيف ما كتشوفوا هنايا، ما تسجلش لي المقطع ملي كنت كنخوي المكونات الاساسيه اللي هي بصله، مطيشه، ربيع، ثومه، ودرت واحد المعلقه صغيره ديال مركز طماطم، مطيشه الحك. صافي دابا غنضيف مباشره التوابل. غنزيد واحد شويه ديال السمن، بقى لي غير شويه في الثلاجه حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الشعريه. غندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، معلقه صغيره مع مرج ديال السكينجبير، شويه ديال التحميره، ربع كاس ديال الزيت البلديه او الزيت العاديه اللي متوفر عندكم. صافي دابا مباشره غنروي بالماء. غنخوي الماء اللي غيكفيني. غنحرك هاد المكونات مع بعضهم، غنحطها فوق البوطه حتى كتطلع الغليه، ومن بعد غنخوي مباشره الشعريه. وصافي دابا حليت على الكميله ولقيتها كتجالب، طلعت الغليه ديالها. دابا غنضيف الشعريه، وضروري في هذه المرحله كنحركو باش ديك الشعريه ما تجمعش لينا مع بعضياتها في التحت. دابا اي فوالا الفداوش او الشعريه بمطيشه واجده، كتجي تبارك الله زوينه بنينه ديال الزمن الجميل ديال جداواتنا. صراحه تفكرت جداتي الله يرحمها والله يرحم جميع اموات المسلمين. وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وراه كتجي زوينه. جربوها العشيوه او الغديوه. في امان الله ومع السلامه.